ياه، اخيرا لقيتك يا قفشه. روح يا شيخ منك لله. ده انا عمال ادور عليك بقالي يومين، وكل ما اسال حد من زمايلك يقول لي معرفوش فين. وبعدين انت بتعمل ايه في الغيط هنا؟ يا نهار اسود. المعلم ريفيرو، هو انت وصلت ازاي لهنا؟ ده جوجل مابس ذات نفسه ما يعرفش مكان الغيط بتاعنا. وبعدين انت بتقول انك سألت كل زمايلي محدش قالك حاجة. امال انت جيت هنا ازاي؟ الله يبارك له محمد الشناوي هو اللي قال لي، لان حضرتك كنت عايزه يجي معاك وهو مرضيش، وانت رحت اديته 300 جنيه وقلت له ما يقولش لحد. فانا اديته 350 فراح قايل لي على مكانك، ووصلني بعربيته كمان لحد هنا. كده يا شناوي؟ طيب ماشي. طب بدل ما كان يفتن عليا كان يصد الاجوان اللي بتدخل فيه. المهم بقى يا معلم ريفيرو، تعال اعمل معاك الواجب واشوي لك كوزين ذره تمام واعمل لك احلى كوبايه شاي. دورة ايه وشاي ايه بس يا ابني؟ انت مجنون؟ النهارده اول ماتش لنا في الدوري مع مودرن سبورت، وانت جاي تتفسح لي هنا في الغيط وعايز تشوي دورة وتشرب شاي؟ لا لا يا معلم ريفيرو، انت ظالمني. اصل ميعاد حصاد الذره جه، وانا كنت جاي اشتغل هنا في الغيط وهرجع على النادي على طول. ده حتى ما فيش حد من اللعيبه رضي يجي يساعدني. انت كمان كنت عايز تجيب اللعيبه معاك؟ انت عايز تخرب بيتي؟ وبعدين انت لو كنت قلت لي كنت هعرف اتصرف، وبعد الماتش ما يخلص كنت هبعت معاك الشناوي وطاهر والواد يانج يساعدوك في تقليع الذره. خلاص بقى يا معلم ريفيرو، انا اسف. بعد كده هقولك على كل حاجه. وبعدين انا قلت في نفسي انك كده كده هتخلينا احتياطي في الماتش ده زي ما كل المدربين بيعملوا معايا. فقلت بدل قعدتي على الدكه اجي اشتغل في الغيط. عيب عليك يا ابو القفايش الكلام اللي انت بتقوله ده. ده انت هتبقى اساسي معايا على طول. ده انت اول واحد هحطه في التشكيل، وبعدين احط ال10 لاعيبه حواليك. يا ابني ده انت ملك القضيه ممكن. ربنا يبارك فيك يا معلم ريفيرو. روح يا شيخ، إلهي يكبر بخاطرك. بقولك ايه، انت حمستني. يلا بقى انا وانت ننجز شوية الذرة دول وبعدين نرجع على الماتش على طول. تصدق اني غلطان ان قلت لك الكلمتين دول؟ بقى عايزني انا خوسيه ريفيرو اشتغل معاك واقلع ذره في الغيط؟ طيب يا قفشه، انت ولا هتشتغل في الغيط ولا هتقلع الذره، وهترجع معايا وهتقعد احتياطي كل الماتشات، ومخصوم منك 17,000 جنيه كمان. يعني كده يا ريفيرو من غير معلم؟ طيب ماشي. انا هندع على اخواتي وجيراني ونربطك هنا في الغيط لحد ما يبان لك اصحاب. يا سلام عليك يا قفشه. يا ابني ما تعرفش تهزر خالص. يلا يا عم قوم اشوي لنا كوزين ذره كده واعمل لنا شاي في ال50، ويتحرق الماتش على الدوري كله.